السلام عليكم. اليوم بنسوي معاكم هريس خالي من الجلوتين. في البداية قطعنا دجاجة كاملة وغسلناها ونظفناها. حطينا ماي في الجدر تقريبا نص الجدر نحط فيه ماي حسب الكمية اللي بستخدموها، ونحط الدياي ونسلقه. انا حطيت اللي هو في جدر الضغط الكهربائي، حطيت اللي هو الطبخ البطيء. غسلت الشوفان الكامل موجود في امازون ونقعته تقريبا 3 ساعات. بعد ما انطبخ الدياي نضيف حبة بصل، ممكن نضيفها مع الدياي من البداية، ونحط ملعقتين كبار من الملح والشوفان اللي غسلناه وودناه نضيفه، ونسكر الجدر ونطبخه بعد نفس الشيء طبخ بطيء تقريبا ياخذ 2 ساعة. بعد ما خلص طلعنا الماي الزيادة تقايسون، يعني نطلعه في البداية وعقب إذا احتاجناه نرجعه في الجدار. نحرك بالخشب بالملعقة الخشبية ونطلع أي عظام موجودة داخل الهريس. نحاول نطلع كل العظام، وإذا في عروق اللي هي السوداء بعد نطلعها. طلعنا كل العظام، وبعدها نضرب الهريس بالمضرب الكهربائي اليدوي، أو إذا حابين بالمضرب الخشبي. لين ما تختفي حبات الهريس، الحبات الكاملة لها. وهذا الشكل النهائي للهريس. طبعا أنا حطيته في علب لأنه كان توزيعات. والسمن لازم تكون خالية من الجلوتين.